انت يا داليا اللي جابك؟ انا بنتي ماتت، انت دلوقتي عرفت ان ليك اب جاي تخبط على بابي؟ سامحني يا بابا، انا عارفه ان انا غلطت غلط كبير والله، بس دخلني طيب عشان الجيران ومحدش يسألها بالله. خشي. داخله بتسحبي ليه؟ لانك بتسرقي. والله العظيم كلت حقي، حق الناب، ربيت وكبرت. عارف يا بابا، والله العظيم غصب عني، مشيت ورا قلبي، هو اللي ضيعني اقسم بالله. هو ضحك عليا، قعد يقول لها اعمل لك واسوي لك واعمل لك فرح كبير واعمل لك كل حاجه كويسه واتجوزني. اوعى ايدك، ما تحطش ايدك عليا. واتجوزني وعارف يا بابا، بس غصب عني والله العظيم. غصب عنك؟ انا عارفه ان انا غلطت غلط كبير. ضحك عليك وصعب عليكي. انا ما صعبتش عليكي، صعب عليكي تعرفي بقالك كام شهر. اعمل ايه يا بابا والله العظيم؟ انا اللي عمري كله عطيتهولك، انا اللي ليكوا كنت الام والاب، انا اللي ليكوا كل حاجه. يا بابا عشان ما انا برضه غصب عني ضعفت، والله العظيم ضعفت، وانت عارف الواحده لما بتضعف اللي بيحصل. مشيت ورا قلبي، وقلبي والله العظيم. كان قلبك فين؟ انا فين؟ عارف يا بابا، وانا ماني في الشارع واتبهدلت كتير. كفايه، ارحمي ضعفي، مش قادر اتكلم اكتر من كده. كان قلبك فين لما ربيتك وكبرتك؟ قلبك فين؟ انا كنت لك الام والاب والاخ. ما هو قلبي ده هو اللي مش معايا، عارف قلبي ضعف قدام. حرام عليكي، حرام عليك. ليه يا بنتي ابوس كده؟ ايدك ورجلك سامحني والنبي، اقسم بالله لابستك بص كلوني. انا بميت في الشارع يا بابا. انا بقالي 3-4 ايام والله ما كنت بص مش باكل. ليه؟ انا تعبت يا بابا والنبي. انا قصرت معاكي في ايه؟ ليه ما فكرتيش ان ملوش خير في الاهل؟ ملوش خير في حد. اعرفوا ان اكيد في يوم من الايام هيطلع واطي. اللي خدك وخطفك وسرقك من اهلك، صدقيني بكره يبيعك ويدوس عليك بالجزمه. هو داس يا بابا. وبعد والله يا بابا انا عايش خدامه تحت رجلك، بس سامحني بالله عليك والنبي، بالله عليك. انت بصيتي لحبك وقلبك وانانيتك، لكن نسيتي الاب ده بقى ماشي مكسور في الشارع. ليه؟ انت ما تعرفيش الراجل ما فيش حاجه في الدنيا تكسر ولا 2، شرفه والمرض. يا ريته كان المرض كان ارحم من انك تكسريني. بنتي اللي ربيتها، بنتي اللي كانت ليا كل حاجه، بنتي اللي كانت منوره البيت، سابت لي البيت واستكترت عليا النور وسابت لي البيت ضلمه. ليه يا داليا؟ ليه؟ قصرت معاكي في ايه؟ غصب عني مشيت ورا قلبي، اعمل ايه؟ ادعيلي ان انا اطلع من اللي انا فيه. يا ريت. ما انا مش عارفه اطلع من اللي انا فيه حتى بعد ما رماني وبعد ما سابني برضه يا ماما بحبه. يا ريت قلبي يطوعني واقدر اسامحك وارضى عنك. بص انا خلاص، انا مش عاوزه حاجه غير اللي انت اليومين دول تحتويني بس. احتويك؟ بوس ايدك. احتويك ازاي وانا قلبي مقفول من ناحيتك؟ احتويك ازاي وانت ما خدتيش بالك مني؟ ها؟ انظر لك ازاي وانت ما نظرتليش بعين الرأفة والرحمة والكرامة؟ عايزة مني ايه بعد اللي عملتيه؟ يا ريتك ما رجعتي، يا ريتك متي. ما ينفعش احطك معايا في بيت واحد وانت بعيد عني، حتى النار باردة، لكن وانت جنبي هتولعيها يا داليا. على الاقل الناس عرفوا انك كنت وخلاص او خرجت عن طوعي. ليه راجعة تجددي تاني؟ ليه راجعة تكسريني؟ ما صدقت انك خلاص رحتي، حمدت ربنا وقلت خلاص الناس ابتدت تهدى وتسكت. راجعة ليه؟ تخبطيني ألم تاني ليه؟ حرام، الضرب في الميت حرام. سيبيني خليني عايش، والمكان اللي انت جيتي منه يا ريت ترجعي.
يعني ايه يابا؟ ده انا ما صدقت اللي انا لقيتك. هترميني في الشارع انت كمان وتسيبني؟ انت اللي رميتي نفسك انا بره. دولت قلبي مجروح عشان خاطري يا بابا، ما تسيبنيش. طب بره. سامحني يا بابا. مش قادر. بره. ليه انا استاهل كل ده؟ ليه يا بنتي تبعدي عني وتكسريني ليه؟ انا حمل ايه ولا ايه؟ انا ضعيف رايح يهزاني وجاي يهزاني عشان ايه كل ده؟ عشان ما عرفتش اربي. الحمد لله على السلامة يا داليا هانم. بص يا مود، انا كنت عند بابا اه وابوك مشاني وقال لي مش عاوز اشوف وشك هنا تاني. وقال لي ايه كمان؟ بس انا يا مودي عارفه اللي انت حنين عليا طول عمرك. احنا مش اخوات، انت كنت صاحبي وكل حاجه ليا، بس انا مشيت ورا قلبي. انت عارف الواحده لما بتحب بتضعف قوي، وانا خلاص انا عرفت غلطي صدقني. وانا مش هينفع ان انا ابقى في الشارع، مفيش مكان اروح يا مودي. بالله عليك نزلي ايدك وانت بتتكلمي. طب عشان خاطر ايدك ما تلمسنيش. ليه بس يا مودي؟ مش انا ده ليه يا حبيبتك؟ ما مش انا يشرفنيش اختك؟ ايدك ما تشرفش انها تلمسني. اوعي ايدك. جايه تشيليني ذنب ولا ايه؟ احمدي ربنا يا داليا هانم انها جت على قد كده من ابوكي، واحمدي ربنا انه ما قلعش اللي في رجله ونام بيه على وشك. وانت قلت من شويه كلمه حلوه قوي عجبتني، قلت لي يا مودي انت كنت دي فعل ماضي يا استاذه داليا. انت اخويا. لا 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 لا، انا كنت اخوكي زي ما كنت صاحبك، وما كنتش واخدك كاخت ليا، وكنت بتحكي لي على كل حاجه، واسرارك كانت كلها معايا، والموضوع معكوس برضه، ما كنتش بخبي عليك حاجه. بس الكلام ده لما كنت داليا بتاع زمان، داليا اللي تحت طعنه، مش اللي سابتنا وراحت اتجوزت من ورانا. انا مش هقدر اقول الكلمه دي عشان هتبقى تقيله شويه عليا، بس ده بقى امر واقع، واحنا اللي يسيبنا ما نرجعش ندور عليه تاني. وانا كنت عارف انك هتلف لفتك وهترجعي، ومش عايز اعرف السبب. معلش هو طلع واطي. طلع واطي وكلب. الكلام اللي احنا قلناه. بس حقك عليا، حتى انت كمان هترميني في الشارع. طب بالله عليك. بص يا داليا، اللي زيك رميته في الشارع احسن. عارفه ليه؟ لان احنا عشان نفتح لك الباب ده اللي رباك وكبرك وعملك بني ادمه، عشان تروحي تغضبي لربنا وتروحي تتجوزي من ورانا، مش هيتفتح لك تاني بعد ما تعملي العمله اللي انت عملتيها. رميتك في الشارع. على سنة الله ورسوله. لا، ما انا عارف انك اتجوزت على سنة الله ورسوله، بس لما تتجوزي على سنة الله ورسوله من ورا اهلك، ربنا ما قالش الكلام ده. تمام؟ الجواز اشهار يا استاذه، مش رايح اتجوز من ورا الاهل وتقول اصل انا اتجوزت على سنة الله ورسوله. اللي مفهمك الكلمتين دول ضحك عليكي. اكيد اللي كان جوزك ده مفهمك الكلام ده وقنعك ان هو صح. عموما رميتك في الشارع هي اللي هتربيكي من جديد، هتعلمك اللي ابوك وامك ما عرفوش يعلموني. هو انا كده بتربى؟ انتوا كده بتسيبوني لكلاب السكك. هنسيبك لكلاب السكك لحد ما تاكلك، وبعدين نيجي ندفنك ونبقى خلصنا، وتبقى جت من عند ربنا. عارفه لولا ان القتل حرام كان زماني قاتلك وشارب من دمك، بس انا برضو مش هعمل حاجه حرام عشانك يا داليا. هسيبك للشارع وهسيبك لكلاب السكك هي اللي تموتك. واظن كفايه بقى كده عشان الضرب في الميت حرام. يا مودي اعمل ايه يا رب؟ اروح فين واجي منين؟ انا غلطت غلطه كبيره قوي وانا اللي بحاسب عليها دلوقتي. السلام عليكم. اتفضلي يا داليا. تتفضل تروح فين؟ اطلعي بره. ادخلي يا داليا. طب اما ندخل ونشوف ايه الحكايه. قلت داليا تدخل يبقى تدخل. قلبك حن ولا ايه؟ في ايه؟ بص يابا، انا اكتر واحد الموضوع ده مضايقني، لان انا الكبير وكل حاجه كانت في وش انا، وكل حاجه كنت انا اللي بتعاير بيها وبتذل بيها، وكانت عيني منها في الارض. بس برضه مهما كان
دي اختي من لحم ودم، والضفر ده عمره ما يطلع من اللحم. فاهم؟ لا مش فاهم. يطلع. عارف يطلع ليه؟ عشان دي ما تربتش. انا اسف يابا. طب يا ابني بس معلش يابا، سيبني صغير، أتكلم. اقف جنبي وما تتنططش وخليك يابا انا جنبي. جوايا في نار بتاكل جوايا محدش حاسس بيها. زي ما بيقولوا عشان مش انا مش عارف همشي في الشارع اتعارك باختي. ليه؟ مش راجل انا ولا ايه؟ لو انتوا الظاهر. هتقبلوا انتوا الاتنين الكلام ده انا مش الظاهر يابا قابله. ما عرفتش تربي حد في البيت ده غيري. الظاهر كده. حتى انت يا معفص بتتنطط قدام اخوك الكبير. حقك. انا وانت فعلا تفهم. معفص. عارف ليه؟ مش عشان بتنطط، عشان انا قبلت انها تدخل البيت وانا موجود فيه. وعلى فكره لو انت يابا قلبك هيحن زي ما هو قلبه حن وضحك عليه بكلمتين منها، انا قلبي مش هيحن عشان انا جاحد ومش عايش في البيت ده طول ما هي عايشه فيه. طب انت لا مش عايز تفهم ان انت ما تزودش الطين بله. اللي حفظك الكلمتين دول وفهمهم لك، ما فهمكش ان رميتها في الشارع ممكن تعمل مصيبه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وعشره. طب ما نجيبها بقى نلمها لحد دقيقة يا ما ابني. تموت في اوضتها. دقيقة يا ابني. براحتك يابا. اخوك راجل وهو الكبير وكلامه على دماغنا. بص يا ابني، انت اللي بتقوله صح، وخليك راجل وعند كلمتك. احنا يا ابني مش رجالة، واحنا ناس غلابة، وانت راجل. خد يا عم الراجل، اتفضل انت وهي بره كريلها، واقعد انت وهي عشان هي ما تقبلش انت تترمي في الشارع. احنا ناس غلابة ومش هنقبل حد نبقى ماشيين وعنا مكسورة. اتفضل يا استاذ وشيل غلطها انت. يعني انت عنك مش هتبقى مكسوره لما تبقى هي مرميه في الشارع وتروح تعمل غلط واثنين وثلاثه غير اللي ده موضوع عملته. وانتهى. غير اللي عملته مش هتقدر. تتعاير بيه من تاني. مش هتقدر تعمل احنا تاني. نلم بقى. نلم اللي اتبعتر واللي اترمى في الارض نلمه ونجيبها كده نقعدها في اوضه ونسحب منها اي حاجه لحد اما تموت، عشان الم. لحد اما نبقى نخلص منها. الاصول بتقول عشان الم وابقى راجل ادفنها صاحيه. طب احنا يابا مش هنعمل كده علشان برضو ربنا قال ان ده اخلص من عارها. مش بس كده يابا، انتوا خدوا المفاجأة الكبيرة اللي محدش فيكم حاططها في دماغه. انت عارف يا استاذ عبده لما جدع نستقبلها يا ابني، انت حبيبي يا ابني. وندخلها ونحطها تحت بطننا ونطبطب ونحادي وندادي، الناس في الشارع هتقول ايه؟ بعد ما ركبتهم العار رجعت وقبلوا بيها. ده مش رجاله. لا ما هو انت مش فاهم. ما هو مفيش مخلوق هيعرف ان هي جات، لان مفيش مخلوق هيشوفها اصلا. لان اختي دي زي ما راحت ما اتجوزت من ورانا وعملت اللي عملته، انا بقى من دلوقتي هحبسك في اوضه لحد ما الفيران بتاع الاوضه كده ولا يكون فيها اي حشرات تاكل في جسمك لحد اما تموتي. ده انا قلت انت يا عبد الله تبقى حنين عليا. ما انا حنين عشان دخلتك البيت، لان انا مش عايز ارميكي بره في الشارع عشان ما تعمليش بدل الغلط 2 و3. مع ان انت اللي كنت صاحبي قوي يعني. كنت انا طول ما انت تبقي محترمه وما يطلعش منك الغلط هتلاقيني صاحبك واخوك وكل حاجه، لكن لما تغلطي هبقى بني ادم ما عنديش دم وجاحد وقلب قاسي عليك. خلاص مالوش لزوم الكلام اللي مالوش لازمه. دلوقتي احنا في البلوه اللي احنا فيها. البلوه اللي انت فيها هي اللي عملتها. مش كل واحده تروح تغلط وتبيع اهلها. لازم تعرف ان الاهل زي الضفر ما يطلعش من اللحم. هي عرفت وخلاص، وانا هعرفها تاني يابا. فبعد اذنك انت بقى يا ابني خلي دلوقتي على الاوضه. يا ابني انا ممكن اروح اطلع بره معاهم وبعد كده هبقى اجيلك نصفي حسابك. اهدى. خشي قبل ما تمشي، واللي خلق الخلق اللي كان جوزك اللي ربوه علمه الادب من جديد. هو ماله يا ابني؟ وبكره هتسمعي سماحه يا ابني هو اللي عندي يابا. يا ابني اللي عنده جدي هيلم. لا هو الغلط عندي. غلطنا وتربيتي انا اللي طلعت تربيه واطيه. الموضوع جاي معايا بعند. خش جوه. خش جوه. اروح اصلي وارجع الاقي معاك عريس وتقول انا جوزته يا بابا. بكره يا اخويا يا ناصح يا ابن الحلال، انا هسمع كلامك عشان انت ابني الكبير، وهجرب مره ابني الكبير واطوع واشوف ابني الكبير كلامه ونظرته صح ولا لا. يمكن هو القلم صح. بيغلط يابا، القلم بيغلط. مش علشان غلطت غلطه هنموتها زي ما انت بتقول. ده القلم مش بنت. القلم غلط يتكسر ويجي قلم غير، لكن ده كسرها واجيب منها. هتعاير بيها. هتعاير بيها برضه. طيب انا هخش اكسرها. اخوك اتجنن.
اخوك هيجيب لنا فضيحه. اقول لك ادي احنا معاه، يمكن يكون هو صح، يا رب يطلع هو صح واحنا اللي غلط. اخر كلمه اقولها في الموضوع ده عشان انا ما بحبش اتكلم كتير وانت عارف. لا اعتبرها مش اخر كلمه، اعتبرها اول اسمعني. كلمه. الموضوع بدأ. الموضوع ده الكلام اللي حصل ده ما دخلش دماغي بربع جنيه. اقعد يا ابني اقعد. بقول لكم ايه، الموضوع خلص، انتوا بتتكلموا في ايه؟ ما بنتكلمش يا ابن اخوك، مش وانا قاعد هقعد. ماشي اقعد يابا. هتقعد معايا اقعد، مش هتقعد غرفه داهيه، سيبني في اللي انا فيه. اقعد يابا ارتاح. ايه يا عم في ايه؟ انا حاسه ان انا محبوسه. محبوسة؟ هو انت لسه شفت حبس يا داليا؟ انت عارفة زمان كنت بفتخر بيك وبتشرف بيك، لان انت اللي كنت يعتبر قدوتنا، بس للأسف والله ضحك انت عليا. جبت راسي دي وحطيتها في الطين ودوست عليها برجلك لحد اما دفنتيها، لدرجة ان انا بقيت مكسوف اقوم بطيني وامشي كده وسط الناس. بقيت ماشي مخبي وشي من الناس، عيني بتخاف تجف عن حد احسن يفتكر ويقول اهو الاخت راحت اتجوزت من وراه. انت كسرتيني وكسرت الراجل وحشه، ومش انا بس، لا ده انت كسرتني انا واخوكي وابوكي، كسرت 3 رجاله علشان خاطر حته عيل جربوع مالوش اي 30 لازمه ضحك وكل عقلك بكلمتين. انا ولا همد ايد عليكي ولا هقول لك امك ولا ابوكي، لان امك الله يرحمها كانت ست محترمه وابوك راجل محترم. انا هسيبك هنا في الاوضه دي عبده سامحني. لحد اما ربنا بقى ايه يفتكرك. للدرجه دي؟ ولو كنت بتطلبي مني السماح فربنا اللي بيسامح، انا مش هسامحك يا داليا على اللي انت عملت فيا، لان بعد 100 سنه ولادي وولاد ولادي هيبقى يتعايروا بيها، لان اللي زي ده ما بيتنسيش، عشانها مش تعويره هتلم منك لله. اعمل ايه؟ اللي انا عملته انا عارفه اللي هو غلط، بس انا برضه اتجوزت على سنه اللي هو رسول. هو انا عملت ايه؟ انا اتجوزت وعارفه فيه، ما مشيتش معاه في الحرام ولا حاجه، بس انا بصراحه قسوتهم عليا تموتني فعلا. انا نفسي اشرب، انا عطشانه وجعانه. يابا عطشانه يابا، بالله عليك عاوز اشرب، انا جعانه يابا. بتخبط ليه؟ ها؟ بقى ميه بس. انا مش هموتك، انا كفايه ان احطك كده عشان ما وسخش ايديا في واحده جابت لي العار زيك، عشان تروحي تتجوزي من ورايا. خليكي كده اما تموتي مكانك وما وسختش ايديا فيكي. النبي يابا، طب بقى ميه النبي يابا. خساره فيكي بق الميه، زي ما استخسرت فيا ان انا اعيش ابقى راجل ورافع راسي. ها؟ خلتيني ماشي مطاطي راسي، خلتيني بتكسف اخش الجامعه اصلي، لو احسن وانا داخل الجامع الناس هقول لك بس مش عايز اخبط في الكلام وهلفط في الكلام. ها؟ انت خلتيني ولا حاجه. طب بقى ميه، طب هموت يا بابا. موتي؟ يا ريت كنت مت قبل ما تجيني، يا ريت كانت عربيه خبطتك كنت ارتحت من عارك، كنت بقت. اوعي تحرقي دمي وتخبطي على الباب تاني، سيبيني قاعد في اللي انا فيه، سيبيني بفكر. كنت بدل ما تبوسي ايدي كنت احترمي نفسك، احترمي الراجل اللي رباكي، احترمي اخواتك اللي رجاله. الواحد بيبقى ماشي فارد عضلاته، خلتهم بقت ماشيين مكسورين. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكي، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. حطيتي راسنا في الطين يا شيخ، حرام عليكي، حرام عليكي، مش طايقه اشوفك. اشربي يمكن تجيكي تشربي قلبك يقف ونخلص منك. اتقي يا شيخه، اوعى تخبطي تاني. لكن على الله، لكن على الله بني ادمه
هيعملوا فيا ايه؟ انا اللي جبت كل ده الدرس. طب انا غلطانه ان انا رجعت لاهلي وكان الشارع ارحم، ولا اللي انا فيه ده ارحم؟ انا مش عارفه السبب ايه. طب هما هيسيبوني كده لحد ما اموت، ولا ابويا قلبه هيحن عليا، ولا عبده؟ لا مودي ده كنت انا عارفه اللي هو بيحبني، ده انا حتى اختهم الوحيده. طب هيعملوا فيا ايه يا بابا؟